السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا على خير وفي صحة جيدة ان شاء الله، وحوالكم كلها على خير يا رب. اليوم غادي نحضروا جميع الكفتة ديال السردين، كتجي رائعة واللي كنرافقها مع شوية ديال السمن والحار، وكتجي غزالة. وندوزو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنايا كفته ديال السردين اللي كتحيدوا ليه القشره ديالو، كتحيدوا ليه السنسول وكطحنوه بهذا الشكل حتى كيولي لينا كفته هكا كيلو. عندي هنايا واحد البصله صغيره محكوكه، عندي هنا نص حامضه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج شويه الملحه، شويه عطريه الحوت، ثومه محكوكه، تحميره، خرقوم، شويه البزار. وغادي نحتاجو كذلك الربيع اللي مقطع. ندوزو على بركه الله في الطريقه. على بركه الله. هنايا عندي الكفته ديال الحوت، غادي نضيف ليها البصله وغادي نضيف ليها التوابل. يمكن لكم تضيفوا الحار بالنسبه للناس اللي كيعزيز عليهم الحار. هاد نص حامضه غادي نعصر منه هكا. غادي ناخذ كذلك الربيع اللي عندي مقطع، انا كنحتفظ فيه في الثلاجه كيبقى مزيان. كندير ليه بهذه الطريقه، شي نهار نشاركها معكم. غادي ناخذ كميه لا باس بها وغادي نخلطوا عفوا هذا الشيء، نحطوه مع بعضياتو بهذا الشكل. نشكلو كويرات بهذا الشكل، طولي اولا دائري اللي كتفضلوا، الحجم اللي بغيتو. يمكن لكم ديروهم في عويدات ديال القضبان. كنبقاو بهذا الشكل حتى كنساليو هذا الخليط اللي عندنا. انا البنات هاي الكفته ديالي وجدات ديال السردين كتجي رائعه، وكنتمنى انكم تجربوها. يعني كتقاد دغيا ما فيهاش الوقت بزاف. كنرافقها بشويه ديال السمن والحار بهذا الشكل، كيجيو رائعين مرافقين لهاد الكفته ديال السردين. وكتجي لذيذه بزاف ومشويه يعني فوق الفخر، غزاله. كيجي فيها داك الريحه ديال الفخار، ريحه الشوا، كتجي رائعه. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.